مرحبا بكم مشاهدي قناتكم الريتنج اليومي لمسلسلات يوم الثلاثاء الذي سيفاجئكم فيه مسلسل مثل الحلم لأن مستواه اختلف عن الحلقتين الأولى والثانية، وبات ينافس وبقوة مسلسلي الحسد ومحمد سلطان الفتوحات ويحاول أن يسبقهما. أما مسلسل عيناك كالبحر الأسود فقد تم رسميا التخلي عنه وعرضت أمس حلقته الأخيرة. فالمركز الأول مرة أخرى يحتله مسلسل الحسد، وقد نالت الحلقة الجديدة 14 على نسبة مشاهدة 5.7، شهدت تطورا رائعا وتجاوزت 5 في الثلاث فئات، وهو مستوى متقدم جدا للمسلسل الذي ينجح بإثبات نفسه ويؤكد قدرته على المحافظة على صدارة هذا اليوم. المركز الثاني جاء فيه ولأول مرة مسلسل مثل الحلم، حيث حصلت الحلقة الثالثة الجديدة على نسبة مشاهدة مفاجئة وهي 4.66، تقدمت بشكل كبير للغاية من الحلقة الماضية وتخطت 4 في كل الفئات، وهذا أمر لابد من التوقف عنده والحديث عنه، فعلى ما يبدو أن توقعات الصحافة ستصدق بخصوص القفزة التي سيشهدها المسلسل في الحلقات الآتية. ثم نصل إلى المركز الثالث وهو لصالح مسلسل محمد سلطان الفتوحات، فقد سجلت الحلقة الجديدة 62 ريتنج 4.56. للأسف عاد وانخفض في جميع الفئات بنسب كبيرة، فقد أصبح لديه منافس جديد استطاع أن يسبقه، وستكون المواجهة بينهما أصعب في الأسابيع القادمة. يبقى آخر مركز وهو من نصيب مسلسل عيناك كالبحر الأسود، فالحلقة 16 الأخيرة حققت نسبة مشاهدة 3.24، ونفس الحال الذي تعودنا عليه فقد تراجعت ووصلت إلى حدود 1 في فئتين، وهي أرقام ضعيفة جدا ولا تسمح باستمرار المسلسل أكثر من ذلك، لذا تم توقيفه عند هذا الحد.